ترد على انا بس عايز اسمعه، بس هو قال لك لا، انا بس هو غلط، افهم اهو، هفهم اهو، انا جايب ياخد هفهم اهو. اتفضل. وكام بطوله وكده، عشان ده لو فتحناه اولا مش هنخلص الحلقه، ثانيا انت مش هتعرف ترد. ايوه يعني انا اللي بقول لك ما تتكلمش يا حبيبي، مش انت اللي تقول لي، يا حبيبي مش انت اللي تقول لي يا عادل، انت هتزعل، انت جاوب عليه، ما تسالش السؤال وتقعد تتكلم. امسك المج واديله بيه. السلام عليكم يا جماعه، انا ميدو الحلواني من برنامج بلس 90، والنهارده عندنا حلقه مميزه جدا، حلقه هنتكلم فيها عن افريقيا والماتشات اللي هتيجي للاهلي والزمالك. وطبعا ما ينفعش نتكلم عن الاهلي ونسيب الزمالك، ما ينفعش العكس. فاحنا جايبين واحد اهلاوي صميم وطبعا واحد زملكاوي صميم، فيلا بينا نشوف الحلقه ديت ونشوف رايهم في الزمالك وطريقه اللعب. يلا بينا. نقطه قوتك هي ممكن تكون معروفه للناس كده، بس انا عايز من نظرتك انت تقول الزمالك. نقطه قوتي، انا كان طول عمري ساعات بيبقى عندي لعيبه فنيا عاليه جدا، بس الشخصيه بتاعتها مش مؤهله ان هي تلعب اصلا زمالك ولا اهلي ولا حتى تلعب في ماتشات تحت ضغط زي بطوله افريقيا. تمام، انا نقطه قوتي دلوقتي في عدد اللعيبه اللي عندها شخصيه في الملعب. طبعا انا بتكلم ديت رقم واحد من وجهه نظري، تمام. يعني لما نيجي نعد اللعيبه اللي في الملعب اللي عندها شخصيه وتعرف تلعب تحت ضغط في فرقه الزمالك، لا كتير، زي ما كنا بنشوفها في الزمان في الاهلي، زي ما كنا بنشوفها. يعني انت كنت تيجي تبص الاهلي كان عنده يعني كان عنده كذا لعيب. كان انت بتستخدم صيغه الماضي ليه بقى؟ لا طبعا، اصل الاهلي كان عنده فعلا لعيبه. شايف الاهلي دلوقتي صفر شخصيه. لا ما انت معلش انت ما تقولش كلمه، مش صفر شخصيه، ما ترميلوش كلمه. الراجل انت رميت للراجل كلمه كده شخصيه زمان. معنى ده ان شخصيته بقى دلوقتي في الاهلي ما فيهوش شخصيه؟ لا مش معنى ان انا بقول ترد على انا بس عايز اسمعه، بس هو قال لك لا، انا بس هو غلط، افهم اهو، انا جايب ياخد افهمك يا حبيبي، افهمك يا بابا. انت خدت بطوله افريقيا بعد الناس؟ لا، خدت كونفدراليه اخر حاجه. طب ما انا واخد كونفدراليه، ماشي. ايه ما سهله ايه؟ انا ماشي، انت فاهم. انت كونفدراليه عاديه يعني. انا بتكلم في نقطه بس، انت يعني مثلا انت خدت افريقيا بعدها؟ لا انت اصلا اخر مره خدت افريقيا انت ايه؟ انا خدت افريقيا بعدها. انا اخر هو الراجل بيقول لك الشخصيه بتاعتي متوفره دلوقتي مش زمان. انا ما قلتش ان انا كان عندي لعيبه شخصيه كشخصيه لعيبه، يعني كشخصيه لعيبه اكيد. انا لا قلت ده اول الحلقه، انا قلت لك اكمل. ممكن اكمل بقى النقطه بتاعتي؟ لا كمل النقطه بتاعتي. كمل انت بتقول نقطه قوتك دلوقتي شخصيه اللعيبه. اكمل بقى. قوه نادي الزمالك بتتمركز في نص الملعب المتكامل. نص الملعب شخصيه اللعيبه. انت بتتكلم الزمالك بقى بيعرف يخلص، اذا ممكن يروح باربع كور على الجون يجيب منهم 3. تمام. ايه اللي انت شايفه اللعيبه تبعد عنه في نص النهائي، او مثلا تقول مثلا ده لازم ما يبقاش موجود خالص او تبعد عنه؟ انا شايف ان فرقه الوداد، الفريق اللي هو المفروض ان هو منافسي في السيمي فاينال، انا شايف ان الفرقه دلوقتي خسرت الدوري وما عادش قدامه اي حاجه. دي حقيقه. انا كنت برضه كنت عايز يراضي بقى جمهوره غير بطوله افريقيا زي الزمالك كده بالظبط. فهو عنده الدافع. لا انا واخد بطولتين. يا عم بالله عليك واخد بطولتين. هو عنده الكاس. حضرتك انت زعلان ليه؟ يعني مش المفروض تحسب عادي، هو بياخد كونفدراليه وافريقيا في موسم واحد. لا احنا عايشين في قاره يا عم بس. لا السوبر الافريقي ده محسوب السنه اللي فاتت ولا السنه هي بتتحسب بدايه الموسم الجديد. في الموسم الجديد اللي انا بدات. بدايه الموسم الجديد. وفي كاس خلص لسه ما خلصش. صح الكاس. انت واخد الكاس معاك خلاص الباقي. لا ما هو يعني بس انا خسرته. لا ما خسرتوش. طيب خلاص. هو الموضوع بس يا جماعه، بس عشان بس ابقى متفق معاك عادل في الحلقه، بس بص لي بس بعد اذنك، بلاش نتكلم في صيغه الكم وعدد وكم بطوله وكده، عشان ده لو فتحناه اولا مش هنخلص الحلقه، ثانيا انت مش هتعرف ترد. ليه؟ لان هو نقطه. لا خلاص. ليه ولا لا مش لسانك معقول. مش لسانك معقول. اصل انت هتتكلم في نقط. اصل انت 1 hour later. ايوه فعلا. لان انت يعني ما باليد حيله. ايوه فعلا لسانها هيتربط. خلاص. معايا بس هفهمه نقطه بس. انا راجل دلوقتي جاي اتكلم عن الزمالك وانا جاي اتكلم على الاهلي اكيد. تمام. هو الراجل كذلك، هو الراجل بس بيوضح حاجه. بص انا وانا جاي بدرس الجغرافيا او تاريخ. الراجل ما طلعش، الراجل بيوضح حاجات بسيطه. انا اللي بقول لك ما تتكلمش في كام. ايوه يعني انا اللي بقول لك ما تتكلمش في يا حبيبي مش انت اللي تقول لي، يا حبيبي مش انت اللي تقول لي. يا عادل انت هتزعل، انت هتزعل. اصل ارقامي انا مش عارف هكلمك عن ايه ولا ايه يا عادل. عن ايه؟ ارقام انت بتقول لي افريقيا وكونفدراليه بص سيبك من حكايه كده الارقام. خلينا نرجع لسؤالنا اللي هو اللعبه تتجنب ايه في نص النهائي. هو دايما يعني هي مشكله. ما يلعب. كمل بقى. ماله جيراردو؟ ما يلعبش. مش بتاعتك دي والله. لا بتاعتي. انت مش مدير مش انت مش مدير فني يا حبيبي. انت مش وياسر ابراهيم يلعب. يا ابني مفيش غيره، هو بمزاجك. لا هو الفكره كلها ان لعيب الزمالك ده دي وجهه نظري. انا شايف ان في عناصر معينه في الفرقه
انا شايف ان هم شايفين ان هم اللي جمهور الزمالك بيقولوا عليهم ان الناس ديت، انا شايف ان بص يا احمد بيلعب من اخره في بص يا احمد انت وضحت يعني انا كنت هكلمك في النقطه دي كويس جدا. السوشيال ميديا السوشيال ميديا لها اثر سلبي كبير، ولكن في نقطه على اثنين السوشيال ميديا موجوده في مصر بس في نقطه انا مش شايف ان في لعيب بيلعب، انا حاسس ان هو كبير على كتير جدا من جمهور الزمالك شايف دوت. انا شايف ان اللعيب زي فرجاني ساسي، مع ان انا شايف ان في اهم منه في الفرقه اللي هو اشرف بن شرقي، انا شايف ان اللعيب دوت بيلعب وهو راسه في السماء مش زي اول موسم. الفكره كلها ان الراجل دوت شاف كلام جمهور الزمالك، حس بقيمته، شاف نفسه، الراجل شايف ان هو بيلعب بمناخيره ثواني بس. يعني انت يا احمد انت بتتكلم ان هو شاف نفسه على نادي الزمالك، ده اللي انا 2 hours later. طبيعي ان اللعيب يا يخبط. جدعان مش باشا، كده أقول لك يا حاجة جدعان يا باشا، احنا رايحين نص ساعه مع بعض. لا استنى بس اتفضل. طب لو كهربا تعاقد في نادي الزمالك بص يا بس ما حبيبي، كانش معلن. بص يا حبيبي، اسمعني بس. ايه اللي ما كانش معلن؟ ايوه ما كانش يعني معلن. مش هنضحك على بعض، ايوه ما يعني كانش معلن. مش- انتوا اعلنتوا مش امتى؟ إيه لما اللي الدنيا ما كانش اتفضحت معلن؟ كلها يا عم بص صلي يا على باشا النبي. اسمعني. صلي على بقول لك ايه، انا بس عايزك اسمعني بس انا فاهم. ايه ده؟ ايه ده؟ كابتن عادل بلاش رموز النادي الاهلي أنا او الزمالك رموز النادي يا كابتن الأهلي احمد والزمالك. نخبط فيهم. تمام. احنا نرجع لمرجوعنا دلوقتي. انت قلت خلاص ايه؟ انت قلت دلوقتي ان انت خلينا لو نتكلم في فنيات، انا راجل بتاع فنيات. خلاص انت قلت انا كمان الراجل بتاع الراجل معاك في اي حاجه. بتاع جرجير. تصرفات لعيبه الزمالك بتفنيات. بس انت بتقول تصرفات لعيبه الزمالك بتفنيات. والله العظيم يا شباب. اتفضل. الراجل بيقول دلوقتي ان انت الراجل قال نقطه بقى. هسأل سؤال نرجع. رمضان صبحي ماله رمضان بقى صبحي؟ نجم امتى؟ لما وقف على الكوره صح؟ لا رمضان صبحي بقى نجم. خليتوه أنا نجم ما لما جاوبتش على وقف على السؤال. الكوره. بالراحة خليتوه بس. نزل القلم عشان ما يبقاش خلينا خلينا واحده واحده. يا ابني رمضان صبحي ده بقى رمضان صبحي امتى؟ انا عايزك تسال السؤال وتديني فرصه اجاوب عليه. المج واديله بيه. ما تسالش السؤال وتقعد تتكلم فيه. امسك المج واديله بيه. مج فيه حاجات صلي على النبي يا اخويا. صلي على النبي بس انا عايزك تقول. انا هادي اهو. اصل انت بتقول انا راجل جاي اتكلم على الفنيات، ابص الاقي تصرفات لعيبه الله وفي ايه؟ يا عم ولا قاعد في المغرب ولا قاعد في مصر ولا قاعد في خلاص هنرجع بقى. خلاص يا احمد دلوقتي انت بتقول هو قال يا عادل، هو الراجل قال وقلت له ايه تجنبوه، قال لك ان هم ما يبقاش عليهم ضغط زياده ويلعبوا براحتهم. تمام. وانت قلت ان اللعيبه بتاعت الزمالك برضو تلعب بهدوء وتلعب من غير برضو استفزاز وتلعب العب بص اقول لك انا حاجه وتلعب هادي. طبعا بص اقول لك اللعيب الكبير اللي يقدر يفصل في الملعب ده اللعيب الكبير. ان هو انا طبعا بطوله افريقيا وكل ده، بس ما تتسرعش، العب هادي، ما تروحش في حتت انت يعني ممكن غلط صغير تطرد يبقى انت اذيت نفسك واذيت فريقك. تضيع الكوره. تمام. نيجي بقى للسؤال الرابع اللي هو المهم قوي، والكل مثلا اللي ما اتفرجش على كفايه ورق واللي كل بيسال عليه دلوقتي، الناس ديت قوتها فين وضعفها فين؟ اللي مثلا اللي بالنسبه لك انت شايفه ملحوظ قوتهم وضعفهم، انت فاهم؟ قول لنا كده على نقطه قوتهم وضعفهم. الوداد له كذا نقطة قوة، مش بس الكورة العرضية يعني. الفكرة كلها ان الوداد طريقة لعبه اصلا هتعمل مشكلة للاهلي، عشان كده الاهلي مش هينفع يلعب بطريقته المعتادة نهائي خالص. الوداد بيلعب 4-3-3 لان الوداد بيلعب 4-3-3. الفكرة كلها ان انت عشان تغطي دي، الوداد دايما بيلعب برضه على نقطة ضعف الاهلي في الحتة اللي هي بتاع ما بين السردباك وما بين الباك ايا كان الليفت او الرايت. فانت هنا عندك مشكلة، لان انت دلوقتي الوداد بيلعب 4-3-3. فانت لما الوداد يلعب 4-3-3 في واحد عندك مركز 6 اللي هو بيبقى ثابت، في اثنين بيسرحوا ما بين السردباك وما بين الباك رايت وما بين الباك ليفت. فانت هنا عندك مشكله، عشان تغطي الحته دي تمام اكيد لازم تغير طريقه لعبك. فانت هنا عندك الوداد بيلعب على طريقته العرضيات. طب انت شايف انت بص كلامك تمام وكل حاجه، بس شايف انت من منظورك لو الاهلي غير طريقه لعبه مش كده هيبقى مشكله كبيره جدا؟ لا مش هيبقى مشكله كبيره جدا ولا حاجه. سؤال عجبني. مش هيبقى مشكله كبيره جدا لان انا بص يا احمد احنا شو اتعودنا بنشوف الفرق الكبيره لما بتغير طريقه لعبها في ماتش معين بيحصل لها ايه؟ ماشي. انا هرد على دي الاول. هي تبقى ابيض يا اسود. رينيه فايلر عندك من اول ما جه الاهلي لحد ماتش سان داونز بتاع جنوب افريقيا وهو بيلعب بطريقه لعب واحده اللي هي 4-2-3. تمام. انت زي ما انا بقول لك اهو، جه عندك ماتش سان داونز بتاع افريقيا وانت كسبان هنا 2-0، الراجل راح هناك لعب 4-3-3، ولكن المهام اللي كانت واخدها لعيبه نص الملعب هنا كانت مختلفه، وبالفعل اللعيبه نفذتها، لان جوده اللعيبه اللي كملتها في ماتش سان داونز كان غير جوده لعيبه ماتش الزمالك، ودي النقطه اللي كنت بكلمك فيها. المفروض ان 4-3-3 في العموم هي اصلا فوائدها 4-3-3 هتستغنى عن قفشه؟ هستغنى عن قفشه. ايوه صح. انا اصلا ما بحبش قفشه يعني بره عن اي كلام. مش على فكره قفشه لو ظبط قفشه لعيب كبير، هو لعيب مهم جدا للفرقه، بس الماتش تحس ان هو مش محتاجه. لا هو الماتش مش محتاجه هناك،
ما انا الماتش مش محتاجه هناك. طب كمل يلا نقط قوتهم. بالنسبه لنقط قوتهم انا شايف ان انت عشان تغطيها لازم تلعب 4-3-3 وهقول لك طريقه لعبها ازاي وانا بقول لك تمام. يعني انت دلوقتي فضلت لنا كده من 1 ل 3 نقط قوتهم اللي انت قلت الكور الثابته والعرضيه. اصلا في نص الملعب والعرضيات مع اسماعيل حداد طبعا ناحيه الجبهه، عشان ده كده بقول لك التصور الرئيسي ان انا بتمنى ان احمد فتحي يبدا. تعالى عشان عندي شغل كتير. كل ده ورق. يا راجل ده انت اللي هتاخد افريقيا. بص نقطه. بص انا بص هقول لك انا حاجه. قول لي يا عم. في اوضه اللبس بتاع الرجاء دلوقتي. تمام. ماشي. بص اول حاجه نقطه قوه الرجاء، نقطه قوه الوداد، نقطه قوه المغاربه في العرضيات كور الثابته. تمام. انا هقسم لك نقطه قوتها على كذا حاجه. اولا انت لو جيت تتفرج على الرجاء، يعني اللي تابع الرجاء وتابعه، الرجاء مش فرقه كوره قوي، يعني مش فرقه كوره قوي. الرجاء بيعتمد على لعيب مهم جدا وهو اهم لعيب من وجهه نظري بعد سفيان رحيمي، وهو محسن متولي، مع ان اللعيب ده ما بيلعبش اصلا 90 دقيقه. محسن متولي يعني استخيل انت اسلوب لعب فريق مبني على لعيب واحد اللي هو محسن متولي. الرجاء بيعتمد ان هو بيحاول على قد ما يقدر يوصل الكوره اصلا لمحسن متولي. اللي هنتفرج على الماتش ان شاء الله يوم الاحد، اول ما تلاقي الكوره جت في رجل محسن متولي، بص على منطقه الجزاء بتاع الزمالك، على الاقل بتلاقي 3 لعيبه في نص الملعب. كان نقطه قوتهم عندهم باك يمين وباك شمال اقوياء جدا، بس عندهم دلوقتي الباك اليمين والباك الشمال بتاعهم مصابين. تمام. هو اصلا كده الراجل بيلعب بخطه 4-2-3-1 اللي هي شبه الزمالك بالظبط، ممكن بتقلب معاه ب 4-1 وهو بيخرج بالكوره. نقطه قوته من وجهه نظر الكور الثابته اللي هي هنرجع لها برده في النقط اللي هي اصلا برده نقطه ضعفه الكور الثابته، بس هنخليها الاول في نقطه. انت قصدك يعني عادل اللي هو عسكري، اللي هو لعب العسكري، اللي هو ما انت فاهم مفيش تدوير للكوره مثلا ولا في حرفنه. هو الراجل بيعرف هو بيلعب كده 1 2 3. هو الراجل بص هقول لك انا، انت اللي اتفرج على الرجاء ما بيلعبش كوره كتير، ما عندوش كذا مش كذا حاجه. هو بس انت مش شايف عادل ممكن يحصل مفاجاه ويفاجئ الزمالك بلعب تاني؟ هو لو فاجئ الزمالك بلعب تاني هو الخسران مش الزمالك، لان اصلا على لعيبه لعبه خلاص كل سنه. بص هو عامه يعني لعيبه الرجاء عامه انا شايف هي قوتهم تعتمد على الكرات الثابته. وايه تاني؟ الكرات الثابته برضه الكرات العرضيه في الكرات المتحركه في الماتش اصلا، ان هي الكوره اصلا توصل لمحسن المتولي بتلاقي العرضيات عموما. لا انت بتلاقي سفيان، لا بس مش العرضيات عموما هو بيقول لك العرضيات المباغته دي بتبقى مشكله قوي. اصل بص عندهم نقطه، انت بتتكلم دلوقتي ان محسن متولي اصلا اللي بيبقى متمركز عنده بيميل ناحيه اليمين ويعمل جبهه مع الباك اليمين بتاعهم اللي هو اصلا كان المفروض بوطيب، بس بوطيب مصاب، اللي هو هيبقى زريده لعيب كويس قوي عنده 20 سنه كويس، بس برضه ممكن تعرف تلعب عليه. هي الكوره انت بيحاولوا يجمعوا لعب عند محسن متولي، بتلاقي مالونجو يقوم قاطع على الباك الشمال ايا كان بقى اللعب ناحيته، يقوم رايح على عبد الله، ما يتمركزش ابدا ما بين الاثنين المساكين. يا احمد هو ذكي جدا في الحركه زي دي، بتلاقيه بيروح على الباك اللي هو اصلا ما بيعرفش يغطي. ايوه صعب قوي ان تلاقي باك بيعرف يغطي اليومين دول، اللي هو بتاع العكسيه. اللي هو بتاع العكسيه. عبد الله ما بيعرف يعملها، حازم هو حازم ما بيعرفش يعمل حاجه. حازم ما بيعرفش يغطي. هتيجي تبص سفيان رحيمي لعيب كويس جدا، مهاري جدا، الفينش بتاعه عالي جدا، ذكي جدا في الملعب، تحركاته بيعرف يلعب في السكند بول. هي دي قوه. بتيجي بقى نص ملعبهم هوش القوي، خط الدفاع بتاعهم يعني بدر بنون اللي هو خلاص راح الاهلي، لعيب كويس جدا بس برضه في شويه عيوب كده. كان بيميزهم بالباك اليمين والباك الشمال، بس خلاص الاثنين اصلا مصابين، بيلعبوا باثنين. وعلى فكره عندهم برضه ميزه التسديد. اي اللعيبه دي كلها عندهم ميزه التسديد بطريقه غير طبيعيه. يعني انت عندك الباك الشمال رجله تقيله، عندك سفيان رحيمي، عندك محسن متولي، مالونجو، كلهم بيشوطوا وعندهم جرأه. ونيجي بقى لاخر حاجه معانا اللي هي توقعاتكم لنتائج الماتش. انت متوقع نتائج الماتش هيبقى ايه؟ 1-1. 1-1. وانت عادل؟ 1-0 للزمالك. 1-0 للزمالك. تمام. شكرا يا جماعه من حلقتنا بتاعت الاهلي والزمالك. احنا حابين نلخصها عشان الكلام كان كتير جدا. احنا لو قعدنا يومين 3 كده نفضل نتكلم عادي. فشكرا، كنت معانا من برنامجنا بلس 90. شكرا عادل، شكرا اخ احمد. شكرا. السلام عليكم.